لو استمر وتحسن أداء المنتخب المصري سوف يصل إلى الأدوار النهائية في كأس العالم القادمة إن شاء الله. تعال أقول لك إزاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي أنساتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من أهلاوي أمريكاني. ما كنتش قادر أطلع امبارح لأني كنت تعبان من اللي حصل. فكرت كتير في اللي كنت هقوله النهاردة، وحضراتكم عارفين إن القناة دي مش للناس اللي عايزة تعرف، لأن الخبر اللي النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. القناة دي للناس اللي عاوزة تفهم، اللي حضراتكم منهم، الناس اللي تفكيرها عميق مش سطحي زي معظم اللي موجودين حاليا على الوسط أو في الوسط الرياضي وعلى اليوتيوب وغيره من المنصات. طب أنا قلت كده ليه؟ تعالى نبحث في الموضوع من الأول. لو كنت فاكر إن هزيمة مصر دي حصلت مؤخرا أو اتفق عليها مؤخرا أو حدثت أو قررت بعد ما عمل اللي عمله حسام حسن من إشهار علم فلسطين والتف أو البصق على علم إجراميل، تبقى غلطان. الموضوع أكبر من ده كله. الموضوع مالي واقتصادي بحت. انت عندك رعاة بمليارات الدولارات، وفي عامل أكتر من كده، عامل أكبر من كده، وهو عامل المراهنات اللي الماسونيين والصهاينة بيتحكموا فيه. وكل ده طبعا متحكم فيه من الكيان المؤقت إجراميل. فطبعا مش ممكن الحكاية تخرج عن السيناريو اللي هم وضعوه، وبالتالي وضعوا الأرجنتين في مجموعة هايفة، معاها النمسا والأردن والجزائر. طب ده كلام؟ بقى بطل العالم اللي هو خد البطولة أساسا عن غير حق يوم 2022 يتحط في مجموعة تافهة زي دي؟ يبقى هم عاوزينه يوصل. وطبعا هيكون وكان في طريقه كابو فيردي ومصر، كلها منتخبات هم افتكروها منتخبات سهلة، يعني منتخبين أفريقيين بعد ما يخلص من دور المجموعات. شوف الفجر في التخطيط. دور المراهنات لم يتوقف على دور المراهنات الناس اللي زي وزيك. لا لا لا، انا بتكلمش على المراهنات اللي احنا الناس اللي زينا كده بيتراهنوا عليهم. ده لو احنا بنراهن يعني، انا بتكلمش على الاشخاص العاديين. ده في شركات معينة كبيرة ذات ميزانيات دول بتحط المراهنات دي عشان تكسب منها، لدرجة ان بيقول لك الاتحاد الارجنتيني دلوقتي تحت هيحققوا معاها، بيبقى في تحقيق معاهم تحت التحقيق من الاف بي اي والتريجري ديبارتمنت هنا، بتهمة او ب
الشكوك في غسيل اموال. يعني ده الاتحاد الارجنتيني. العمليه وصلت بقت اكبر من كده. هل تصدق يا عزيزي ان رئيس الارجنتين نفسه حط اقتصاد الدولة كله اقتصاد الدولة كله على ماتش مصر والارجنتين، ظنا منه ان مصر فريق سهل وممكن التغلب عليه بسهولة. حط اقتصادي، بقول لك اقتصاد البلد كله، الجي بي ال الناشونال domestic product or product، يعني اقتصاد الدولة كله حطه كرهان على الماتش ده. فتخيل هو عمل ايه؟ ضاعف اقتصاد الدولة في ليلة واحدة. تخيل رئيس بيقامر باقتصاد بلده. فهل كنت تتوقع ان مصر تكسب؟ لا يمكن. ناس قليلة قوي رهنت على مصر. كل الرهان كان جاي على مين؟ على الارجنتين. والظاهر كده كانت 2-1. ومصر كان يبقى الرهان عليها مثلا ايه 16-1، ولا جايز مثلا 100-1 او مثلا 1000-1. ما هو احنا كنا يعني بيسمونا احنا الاندر دوغ. يعني ايه الاندر دوغ؟ يعني الفريق الضعيف. لما تراهن على الفريق الضعيف والفريق الضعيف يكسب يبقى مكسبك اكبر. بس ما كانش في حد عارف ان مصر بالقوة دي، فما حدش راهن عليها. فلكن لا يمكن مصر تكسب امبارح، لا يمكن. لو هم كانوا يعرفوا ان مصر بالقوة دي كان الكل راهن على مصر، لان مكسبه هيبقى اكبر. تراهن على الارجنتين هيضاعف لك المبلغ، تراهن على مصر تاخد 1000 ضعف للمبلغ، او 100 ضعف للمبلغ، او 500 ضعف للمبلغ. فالكل كان هيراهن على مصر. والبلايين دي كلها او المليارات دي كلها يا اما كانوا هيخسروها. انما لو كانوا هم فاكرين ان مصر دي فريق قوي ويقدر يغلب الارجنتين، كانوا حطوا كل رهانهم على مصر. عشان هم دلوقتي بيشدوا في شعورهم، لان هم ما وضعوش رهانهم على مصر. بس خلاص بعد ما توضع الرهان ما تقدرش تسحبه وانت في نص وانت في نص الماتش. فانا بقول لك للاسف يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. لو الفريق المصري استمر في قوته دي واتبنى عليه، الفريق المصري سوف يصل الى نهائيات كاس العالم، لان الناس هتبتدي تراهن عليه. وهو برضه هيبقى الاندر دوغ المره الجايه. يعني هو اللي هيبقى يعتبر الفريق الاضعف، فدي مكسب اكتر ليهم. فهيبتدي يراهن على الاندر دوغ اللي هو عارفه ان هو ممكن يكسب. شفت اللفة؟ علشان كده امبارح مصر ما كانتش ممكن ولا يمكن تكسب. عملوا البدع. انا مش عايز اخش في التفاصيل لان كل الناس قالت التفاصيل دي. انا بقول لك الحاجات اللي الناس التانية ما بتقولهاش ومش هتقولها. دلوقتي زي ما انتم سمعتم الاتحاد الاوروبي عايز يحقق مع انفانتينو، والناس كلها مقلوبة عليه. ما خلاص مصر عملت ايه؟ مصر فضحت الدنيا، لان الفسق والفساد كان على عينك يا تاجر. كان في نص، ما كانش فيه غشة،
ما هو مش ممكن يخسروا يا جماعه، ما انا قلت لكم لا يمكن يخسر. هيخسر ازاي؟ ده تخيل اقتصاد دولة، تخيل الارجنتين بين يوم وليله في ظرف ساعتين تبقى بلد مفلسه. مش ممكن هيسمح بحاجه زي دي، لا يمكن. الارجنتين كانت هتبقى مفلسه لو مصر كسبت امبارح. اوعى تفتكر ان انت خسرت امبارح، انت كسبت حاجات كتير قوي. انت يعني فضحتهم، وريتهم على حقيقتهم، والناس عرفت، وكل الناس بتقول ان احنا اتسرقنا. انا بقول لك كل الناس بتقول ان احنا اتسرقنا، سواء اوروبيين ولا عرب ولا امريكا من امريكا اللاتينيه ولا من اسيا. كل الناس بتقول ان احنا انسرقنا، ما عدا كذا دوله. طبعا الارجنتين، والدوله الثانيه اللي هي اجراميل. اللي حازز في نفسي بقى ان مغاربه ولبنانيين نزلوا الشارع امبارح بيزيطوا وفرحانين على ان مصر اتغلبت وان الارجنتين غلبت مصر. طب انا الكلام ده اتقبله من الارجنتينيين، الكلام ده انا اتقبله من الاجراميليين، اتقبله زي من المغاربه. ده انت هتلعب بكره يا ابن الكلب، ده انت هتلعب بكره، ده انا هدعي عليك. والتانيين اللي ليهم لا ليهم في الطور ولا في الطحين، اللي هم لا عندهم كرة ولا عندهم نيلة، ومحتلين من إجراميل ومنازلين ضرب فيهم، طالعين بيزيطوا لواحد زي ميسي، واحد صهيوني ماسوني قذر، لاعب قذر. حتى لعبة الكرة القدم بتاعته لعبه قذر وفريقه قذر من اللي احنا شفناه امبارح. حسام امام عاشور يتاخد بوكس في وشه قدام الحكم ما يعملش حاجه. والموازين غير متكافئه، يعني بيحكموا بكذا ميزان بكذا معيار، مفيش كونسيستنسي، مفيش ابدا استمراريه. لو حكمت، لو عملت دي غلط تبقى الثانيه غلط، لو دي فاول تبقى الثانيه فاول، والفاول الثاني ده لو داخل منطقه الجزاء تبقى ضربه جزاء. ابدا ابدا. وعلى فكره هي مش فاول. الهدف الاولاني، الهدف الثاني الاول اللي لغي لمصر ده كان هدف صحيح، لان اللعبه لا ترتقي. ده في لعب تانية، ده محمد صلاح اتقص كده بمقص، ولا جه جنبه ولا حرك ساكن، ده قدامه يا راجل. يوم اللمسه دي هيحسبها، وبعدين الفار ما بيرجعش للرجوع ده كله، والحكم شافها وما قالش حاجه. طب ما صفرتش الحكم ليه؟ ده انا هزع لكم المره الجايه ان شاء الله ماذا قال الحكم في الاير بيس بتاعته، في السماعه بتاعته، واتكلموا مع بعض وقالوا ايه. عندي التسجيل. فضيحه مكتمله الاركان. ضربه الجزاء اللي على مصر ضربه جزاء وهميه، لان هيثم حسن ما لمسش لاعب الارجنتين، لم يلمسه، هو بس بيتلكك. تعرفين الارجنتين ده الواد اللي اسمه انفانتينو ابن الكلب الاقرع الوسخ ده عنده جنسيته ايه؟ طبعا انت هتقول لي سويسري وايطالي، مش كده؟ واللبناني لسه واخد الجنسيه اللبنانيه وراح لبنان عشان يدوها له. انا عايز افهم اشمعنى لبنان اللي بتاخد الجنسيه بتاعتها؟ يعني كل اللي بيعمله الراجل ده يعني في يعني شكوك غريبه، شبهات غريبه. اشمعنى لبنان الدوله الضعيفه دي اللي جواز السفر بتاعها ما يوديكش شبرا تاخد جنسيتها ليه؟
سبحان الله. هتظهر ليه؟ هنعرف ليه في المستقبل. انا بقول لك اهو، بس انا بقول لك معاك 3 جنسيات، سويسريه وايطاليه ولبنانيه. يا صلاة النبي، حاجه والله ما كنتش عايز اتكلم فيها، بس حسام حسن كان لازم ينزل حسام عبد المجيد، لان هم ابتدوا يلعبوا على الكرات العرضيه، وكان لازم يبقى في واحد طويل زي حسام حسن. ما كانش المفروض ان انت تنزل واحد عقيم وما منوش فايده زي الجدع اللي اسمه مرموش ده. انتوا عارفين مرموش ما كانش عارف يلعب كرة ليه؟ انا هقول لك، لانه لسه متجوز. مرموش لسه متجوز، فكل طاقته بددت في اوضه النوم. انت مش عارف لا يلعب ولا يباصي ولا يفكر ولا يشوط، لانه الظاهر كده استهلك او استهلك نفسه في شهر العسل. ده كلام. ما كنت تستنى يا اخي لغايه لما كاس العالم يخلص؟ هي طارت الدنيا خلاص، طارت، ما هي قاعده لك. ده هتبقى قاعده في قرابيزك. ده انت هتلعن اليوم اللي انت اتجوزتها فيه كمان 2 3. تفهمش حاجه غريبه. انا مبسوط لان حسام هيستمر مع المنتخب، وهيبتدي فعلا ينفذ سياسة البحث عن مصريين مزدوجي الجنسية في أوروبا وفي أنحاء العالم. دي حاجة كويسة جدا. ما هو ده اللي عملته زي ما قلت قبل كده أنا المغرب. سيبك أنت من إيه، زي ما قلت لك قبل كده أكاديمية الحسن اللي ولا محمد السادس ده، وكلام فارغ. مش ده سبب قوتهم. هم راحوا جابوا المغاربة اللي هم ايه، ليهم جنسية مزدوجة، فرنساوي ومغربي، بلجيكي ومغربي، انجليزي ومغربي، الماني ومغربي، اسباني ومغربي. عمرهم ما شافوا المغرب ولا عمرهم دخلوها، بس هو مغربي وخلاص. لان لغايه دلوقتي بقول لك ما بيتكلموش عربي. ده حتى مدربينهم الوطنيين ما بيتكلموش عربي، وهم عايشين في المغرب. لا الركراكي ولا الجدع ده اللي مش عارف اسمه محمد ايه. فاحنا نعمل زيهم. ده احنا ممكن نعمل بقى مش بس زيهم. ده انا اقتراحي بقى اكتر من كده. انا اقتراحي ان اللاعب القوي اللي انت عايز تضمه للمنتخب جنسه يا اخي، زي ما قطر بتعمل وزي ما السعوديه بتعمل وساعات الامارات بتعمل. ما تجنسوا يا اخوي. هي ايه وانت فكرك المنتخب الفرنسي ما بيجنش لعيبه عشان يضموهم للمنتخب؟ ولا المنتخب البلجيكي ولا المنتخب البريطاني ولا الانجليزي ولا المنتخب الايرلندي ولا المنتخب الاسباني ما بيجنسوش لعيبه افارقه عشان يضموهم للمنتخب؟ فوق وواكب الدنيا. وبلاش العنجهيه بتاعتك. لازم يدينا 500 مليون دولار ولا 500 ألف دولار عشان نحطهم في البنك مش عارف ايه، وبعدين بعد 4 سنين ولا 3 سنين دوم له بطلوا شحاته. ده جاي يلعب باسم بلدك وهيدي لك وهيوصلك منتخب وهيوصلك كاس العالم. وانا بقول لك لو المنتخب المصري فضل بالقوه دي هيوصلوه لنهائي كاس العالم. مش علشان هو قوي المفروض كان يوصل السنه دي، لان كل الناس اللي كانت بتقول لو المنتخب المصري كان مش في طريق اي حد تاني غير الارجنتين، او المنتخب المصري كان فاز على الارجنتين كان هيوصل للنهائيات. فانا ما بقولكش هيوصل، ما كانش هيوصل بقوته ايوه، بس هيوصل بالمراهنات من غير انت ما تعرف.
انا ما بقولكش روح العب لعبهم بقى وتشتغل معاهم واتفق مع، لا، هتحصل من ورا ظهرك. مش زي ما بيحصل مع الارجنتين. لاعبين الارجنتين عارفين نازلين وما فيش حاجه هتتحسب عليهم، عشان كده نازلين يضربوا في اللعيبه المصريين بالبوكس ومش عارف ايه والكلام الفارغ اللي كانوا بيعملوه. يا راجل ده ما فيش انذار واحد الفريق الارجنتيني خده، ولا انذار واحد، ولا كارت اصفر ولا واحد طوال الماتش، ولا انذار ولا واحد. ما فيش انذار، ما فيش كارت اصفر طلع للاعب من اللاعبين الارجنتين. كلهم ملايكه، كلهم، ولا الكلب كلهم ملايكه. الكوره في ملعبنا، خليك على مستواك ده وزوده، واراهنك هتوصل لنهائيات كاس العالم، نهائيات كاس العالم. ما اعرفش بقى اذا كانت المغرب كده ولا لا، ما اعرفش هيحصل ايه بكره. بس فرنسا طالعه بتقول لك ايه، المنتخب الفرنسي بيقول لك احنا التحكيم الفرنسي في ماتش الارجنتين ومصر كان تحكيم عادل وتحكيم مثالي، واحنا يا ريت التحكيم بتاعنا يبقى زيهم. طبعا ما انت عايز تغلب. ما الحكم البريطاني ولا الحكم اللي حكم الارجنتين ومصر كان فرنسي، فالحكم اللي يحكم فرنسا والمغرب هيبقى ارجنتيني. يا حلاوه، يا صلاة النبي، شيلني وشيلك، تحك لي ظهري واحك لك ظهرك، صلاة النبي عليكم. شوف الفسق والفجور. اهي فرنسا دخلت على الايه الخط. على فكره بيقولوا ايه، الواد اللي اسمه لقجع ده عرف عن طريق مصادره السريه ان الحكم الاصلي اللي كان هيحكم ماتش المغرب وفرنسا كان الحكم المكسيكي اللي حكم لهم الماتش بتاعهم السنه اللي فاتت، وما احتسبش المغرب ضربتين جزاء، فاعترض. فقالوا بتعترض ماشي، راحوا حاطين له التاني ده. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، تحفر حفره وانت اللي تقع فيها يا لقجع الكلب. جماهير المغرب وجماهير لبنان للأسف جماهير قذرة، وفي بعض الناس المعفنة العرب الصهاينة كانوا واقفين مع الأرجنتين امبارح. عليكم ولاد كلب. حاجة أخيرة، أتمنى في يوم من الأيام إن لو ثبت الفساد العلني في ماتش من الماتشات، إن من غير تحقيق ومن غير أي حاجة خالص ومن غير اعتراف الحكم إن هو أخطأ، ما هي باينة، هو يعترف إيه؟ هو يعترف على نفسه؟ هو في حكم أهبل يعترف على نفسه يقول لك أنا غلطت ويودي نفسه في داهية لو ثبت بالدليل القاطع إن في تضارب في التحكيم؟ لا، الماتش ده يعاد اوتوماتيك تلقائي، عشان اللي عايز يلعب في النتائج ما يقدرش يلعب في النتائج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومبروك لمصر الرجالة، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.